انت عارف ان احسن طريقة عشان تحوش ان يوم ما مرتبك ينزل ما يبقاش فيه في حسابك ولا جنيه؟ ازيكم عاملين ايه؟ لو دايما كل اول شهر بتيجي تخطط ان الشهر اللي جاي ده هيكون احسن شهر انت تتحكم فيه في فلوسك وما تصرفش فلوس على الفاضي وهتتحكم في كل مصاريفك، وبيجي دايما اخر كل شهر بتلاقي ان كل التخطيط اللي انت عملته ده باظ، فصدقني الفيديو ده انت هتستفيد منه جدا. اول حاجة محتاج تعملها اول ما مرتبك الجديد ينزل ان انت تنزل المكتبة تجيب 10 الاظرف العادية اللي هي بنص جنيه البيضة اللي مفيش فيها اي مشكلة دي خالص، وتسحب كل الفلوس اللي معاك تخليهم كلهم كده في ايدك وتقعد كده مع نفسك ربع ساعة. الربع ساعة دي صدقني هتطلع بيها بنظام انت نفسك هتبقى مبسوط اول ما تعمله، وهتبقى مبسوط اكتر لما يجي اخر الشهر وتلاقي ان فعلا المرتب مش بس كفى معاك، لا ده انت كمان مشيت على النظام اللي انت عامله لنفسك. اول حاجه محتاج تعرفها انت بتصرف فلوسك دي اصلا في ايه. محتاج كده تقسم كل البنود اللي انت بتصرف فيها فلوس وكل بند من دول تعمل له ظرف، وطبعا هيساعدك في حاجه زي كده لو انت بتعمل حاجه اسمها البادجت تراكنج، او ان انت بتتابع كل مليم بيخرج من جيبك بيروح فين. حتى لو مش بتعمل كده مش مهم، الفكره كلها ان انت هتحط كده تقريبا انت بتصرف كل شهر فلوسك في ايه، وشهر بشهر كده هتكتشف فعلا ايه اللي بيحصل. يعني لو هنتكلم على المفروض اللي يحصل او الطريقه البالانس زي ما بيسموها او المتوازنه، ان انت بتطلع 50% للاساسيات، 30% للرفاهيات، و20% بتحطهم على جنب تحويش بقى او استثمار او ايا كان انت هتحطهم ازاي. فتيجي في اول حاجه لل50% بتوعك اللي هم الاساسيات، تبدا تشوف ايه الحاجات الاساسيه اللي انت لازم تدفعها كل شهر، ويحصل مشكله كبيره لو ما دفعتهاش، وده بيعتمد على كل شخص ومرحلته العمريه عموما. وتبتدي للحاجات الاساسيه دي تعمل ظرف لكل بند فيهم. يعني ظرف لو في مثلا ايجار بيت انت بتدفعه كل شهر فتحط له ظرف كده على جنب، ظرف تاني للاكل والشرب، ظرف تاني للعلاج، ظرف تاني مثلا لو عليك اقساط عموما بتطلعها كل شهر وما ينفعش تتاخر فيها فتعمل لها برضه ظرف على جنب. المهم الحاجات الاساسيه دي تبتدي تعمل لكل بند فيهم ظرف كده معين وتحط فيه الرقم اللي انت بتدفعه فعلا كل شهر. تاني حاجه هتيجي بعد كده لل30% بتاعه الرفاهيات او الحاجات اللي انت مش لازم تدفعها قوي، بس انت بتحب تعمل حاجه زي كده وبتحب تدلع نفسك، فدي حاجه طبيعيه جدا. فتبدا تعمل بعد كده برضو الاظرف بتاعتهم. يعني مثلا لو انت بتحوش علشان تسافر فتبدا تحط ظرف وتحط فيه التحويش بتاعك بتاع السفر ده في الظرف بتاعه، او مثلا مصاريف الخروج، مصاريف الاكل من بره، كل بند من دول تبدا تحط له الظرف بتاعه كده وتحط فيه الفلوس اللي انت متوقع ان انت تصرفه الشهر اللي جاي. وتيجي كده اول الشهر تطلع 20% تقريبا تحطهم في ظرف لوحدهم، دول التحويش، ودول ما تجيش جنبهم خالص. خلاص كده قسمت كده كل الحاجات اللي انت بتصرف فيها، وشفت انت كل ظرف من دول فيه قد ايه وهتصرف فلوسك في قد ايه. بس كده اصرف بقى من الاظرف دي بس. يعني مثلا لو هتخرج خروجه طلع الظرف بتاع الخروجه اصرف منه، هتروح السوبر ماركت طلع الظرف بتاع السوبر ماركت، خد الفلوس اللي معاك وحاول على قد ما تقدر ما تاخدش الفلوس كلها. يعني مثلا لو انت حاطط في السوبر ماركت ده 500 جنيه وانت النزوله بتنزلها بتتكلف مثلا 160 جنيه، خد معاك ال 160 جنيه دول بس، ما تاخدش اكتر من كده، ما تاخدش ال 500 جنيه كلهم بتوع السوبر ماركت في نزله واحده بس علشان ما تصرفهمش كلهم وتتزنق بعد كده قدام. طب هيحصل ايه لو صرفت اكتر من 160 جنيه؟ خد طبعا الباقي ده مثلا من مصروفك او الفلوس اللي معاك، بس مهم جدا ترجعهم في نفس اليوم. الطريقه دي هتساعدك جدا ان انت تبقى عارف كل حاجه انت بتصرفها هتصرفها في ايه، وكمان هتساعدك ان انت تفضل ماشي على الخطه اللي انت حطيتها لنفسك في اول الشهر، وهتخلي فكره انك تصرف على حاجه ملهاش لازمه اقل شويه، لان انت مش حاطط لها ظرف معين او ملهاش مكان معين انت محتاج تصرف منه، فهتقلل شويه فكره عندك الشراء الاندفاعي ده. بس طبعا زي اي حاجه يعني ليها شويه عيوب كده، زي مثلا ان هي بتنفع جدا وطريقه مثاليه في فكره الكاش، لكن فكره بقى ان انت تشتري حاجه اونلاين او تجيب حاجه اونلاين بيبقى ليها شويه معوقات كده ممكن انت تبدا تتغلب عليها بعد كده. تاني حاجه فكره اصلا بقى ان انت تروح تسحب فلوس وتودع فلوس والكلام ده كله من الاي تي ام او من البنك نفسه، ده ممكن يكون بيستهلك وقت زياده شويه. طيب فكره ان انا اروح واجي والكلام ده كله فاهمينها نوعا ما. طب فكره الاونلاين شوبينج بقى اعمل فيه ايه؟ زي ما قلت لك ان الطريقه دي مش احسن حاجه قوي في فكره الشراء اونلاين، لان انت هتشتري فعلا حاجات اونلاين وهتروح بقى تودع في الاي تي ام الفلوس اللي انت اشتريتها والكلام ده كله. فحاول على قد ما تقدر لو انت بتطلع مصاريف اونلاين بتدفع مثلا مصاريف المدرسه، مصاريف القسط اللي عليك، اي حاجه من الحاجات دي بتدفعها اونلاين، حاول كده طلعهم اول الشهر قبل ما تسحب فلوسك اصلا من الاي تي ام من الاول. تاني حاجه ان انت حاول على قد ما تقدر تجمع الحاجات دي كلها مع بعض، بدل ما تروح كل يوم رايح جاي على الاي تي ام او على البنك، لا انت ممكن مثلا كل اسبوع بتشوف كل الحاجات اللي انت هتصرفها وتروح تودعها مره واحده او تسحبها مره واحده ايا كانت الطريقه. اكتر بقى سؤال هيجي في دماغك دلوقتي، لو الظرف اللي انا حاطه ده خلص اعمل ايه؟
بص، هي الطريقه دي معموله علشان تنظم صرفك، فانت مش مفروض ان انت تاخد فلوس من اي ظرف لظرف تاني، غير طبعا في الظروف الطارئه اللي هي ممكن يبقى فيها مشكله كبيره او حاجه زي كده. بس حاول ما تسمعش قوي للصوت اللي جوه اللي بيقول لك ده ظرف الفلوس خلص، بس ظرف اللبس مثلا لسه فيه شويه فلوس، احنا ممكن ناخد من هنا ومش هيجرى حاجه والدنيا هتمشي. لا، انت في الاخر انت اللي عامل الخطه دي لنفسك علشان تمشي عليها. اكيد وانت بتحط فلوس اللبس دي كنت عامل حسابك ان انت هتشتري لبس معين، وفلوس الخروج دي انت صرفت زياده عن اللزوم، فخلاص مش مهم تخرج لاخر الشهر، ممكن تقعد تاكل في البيت، ممكن مليون طريقه تانية توفر بيها. او مثلا ان ظرف البنزين لقيته ان هو قرب يخلص وماشي بسرعه اقصى من اللي انت كنت متخيلها، تقدر تعمل حلول تانية كتيره، زي مثلا انت لو رايح الشغل تعمل كار بولينج، او ان انت تقلل مشاويرك عموما بقيه الشهر. يعني انت بتحاول على قد ما تقدر تتحكم في مصاريفك دي علشان الشهر ما يبصش منك زي كل شهر. وطبعا لو حصل اي ظرف طارئ او حاجه خارجه عن ارادتك ومحتاج فعلا فلوس زي دي، ساعتها هتضطر ان انت تاخد من ظرف معين، بس تبقى عارف انت خدت من انهي ظرف، علشان بعد كده في اخر الشهر لما الظرف ده يخلص بدري تبقى عارف ان هي كانت حاجه مش هتحصل كل شهر، وان دي حاجه حصلت مره واحده بس ومش هتحصل تاني. ساعتها تبقى انت شايف اكتر الفلوس دي انت صرفتها في ايه وازاي والكلام ده كله. طب لو جيت بقى اخر الشهر ولقيت فلوس في الظرف ده ولسه ما خلصتش، يا باشا انت جامد جدا، ما انت جاي تتكلم في ايه؟ بس انبسط ودلع نفسك. عايز بقى تاخد الفلوس دي تنبسط بيها، تجيب لنفسك حاجه حلوه انت نفسك فيها بتاع الكلام ده كله، انبسط وعيش. ممكن برضو تقدر انت تحوشها مثلا لو انت حابب حاجه زي كده. في الاخر انت كنت ماشي على خطه وبقيت احسن من الخطه اللي انت عاملها كمان، فدلع نفسك كده وانبسط. ايه اللي هيجرى يعني؟ صدقني الطريقه دي هتنفعك جدا لو انت بادئ شغل جديد ومش عارف تتحكم في مصاريفك، او ان انت بتصرف دايما اكتر من اللي انت متخيله وبتصرف كل فلوسك دايما وبتيجي نص الشهر والمرتب كله بيخلص. الطريقه دي هتساعدك جدا ان انت تقدر تنظم مصاريفك وتحدد انت فعلا عايز تصرف فين. وانا عن نفسي ماشي على الطريقه دي بقالي اكتر من سنتين، وفعلا هي طريقه ممتازه ومخليه فعلا الفلوس تكمل معايا لاخر الشهر وما بقاش عندي مشاكل، وبحاول على قد ما اقدر ان انا ما يطلعليش حاجات فجاه، وبعمل حسابي دايما على كل حاجه انا بصرفها فين. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب وتشغل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. وشوف الفيديو ده بتكلم فيه على فكره البادجت تراكنج عموما، ازاي بقى تكتب وتحسب كل حاجه انت بتصرفها وكل جنيه خارج من جيبك بيروح فين. وهيفيدك جدا لو انت بعد كده عايز تطبق فكره الاظرف دي، هتبقى الاتنين مع بعض زي الفل، حلوين جدا. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.